الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معاكم إسلام في برنامج الكورة مع إسلام. إن شاء الله هتكون أول حلقة لينا النهاردة. هنتكلم على كل حاجة تخص الكورة. هنتكلم النهاردة على ماتش الزمالك والمصري. هنتكلم على أسباب فوز الزمالك وخسارة المصري، أسباب القوة والضعف لكل فريق من الاتنين، إيه اللي حصل في الماتش يخلي الزمالك يكسب النتيجة الكبيرة ديت، وإيه اللي خلى المصري بعد ما كان كسبان 1-0 فرط في التقدم ده، وبدل ما يزود الأهداف، لا، بدأ الزمالك يتعادل. بدأ الزمالك يحرز الهدف الثاني والثالث والرابع، وبدأت العملية تتصعب كل مدى على النادي المصري. هنتكلم على كل حاجة إن شاء الله. أول حاجة هنقولها في الأول. هنقول تشكيل الفريقين. أول حاجة كان في حراسة المرمى المهدي سليمان وعمر جابر ومحمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، بنتايج. طبعا عمر جابر باك يمين، بنتايج شمال. قلب الدفاع عندنا محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد. عندنا قدامهم احمد ربيع واحمد فتوح، عبد الله السعيد وناصر منسي وعدي الدباخ وخوان بزير. هنتكلم على تشكيل النادي المصري. قدامنا عصام ثروت، ناحية اليمين كريم العراقي والعش وباهر المحمدي وصبحي، محمود حمادة ومخلوف وأحمد أيمن منصور ومنذر طمين وصلاح محسن وأسامة الزمراوي. طبعا دي التشكيلة المعتادة للنادي الزمالك والنادي المصري. طبعا الماتش بدأ، آه، النادي المصري والزمالك كانوا بيجسوا النبض. ما كانش فيه خطورة من الفريقين. كان الماتش بدأ عادي لحد ما بدأت الخطورة من النادي المصري. طبعا في هدف اتلغى من نادي الزمالك، وده فيه طبعا ذكاء كبير جدا 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 من لعيبه النادي المصري ان هم يغطوا يغطوا التسلل بالطريقه الرائعه اللي شفناها دي. طبعا المصري بدأ يضغط من قدام في مباراة طبعا كانت مفتوحة في الأول. ما كانش متخيلة النتيجة إنها تطلع بالنتيجة الكبيرة جدا ديت، لأن المصري كان بيضغط من قدام وكان نازل همه إن هو ياخد ال3 نقاط، لأن كان عايز يثبت ويصالح جماهير النادي المصري العظيمة طبعا، ويثبت ان هو لما خرج من الكونفدرالية. طبعا جماهير بورسعيد كلها كانت حزينة وزعلانة، فكانوا مستنيين ان الماتش ده هو اللي يبدأ يفرحهم، وهو اللي يعوضهم عن اللي حصل في مباراة الكونفدرالية الأخيرة والخروج من الكونفدرالية الأفريقية. طبعا لحد الدقيقة 27 كان الماتش رايح جاي، الزمالك بيحاول يضغط والمصري بيحاول يضغط، والماتش بدأ عادي لحد ما اجى أسامة الزمراوي بهجمة رائعة صراحة. يعني خد الكورة وهاجم وما خافش ودخل لجوه لحد ما جاب الجون الأولاني. وأنا في رأيي أنا قلت بصراحة النتيجة المصري هيجيب، قلت هيسجل التاني، لكن فجأة لقينا تراجع من النادي المصري غير مبرر وأخطاء دفاعية غريبة. وطبعا كان بعد الجون الأولاني من النادي المصري كان في خلل دفاعي غريب من لعيبة نادي الزمالك. ما كانش مبرر طبعا. كان لسه بيبدأوا يفوقوا من صدمة الهدف الأول، لأن الزمالك داخل في طريق، لأن دي ماتشات الحسم. طبعا الزمالك داخل عايز ال3 نقط بأي شكل، مصمم عليهم. فدول فارقين بنسبة مليار في المية مع نادي الزمالك. طبعا الزمالك وسط الملعب كان فيه بطء شديد جدا بسبب عدم الترابط بين احمد ربيع وعبد الله السعيد وفتوح. طبعا ده ادى الى الهدف اللي احنا شفناه، وما كانش فيه تناغم ولا انسجام في نص الملعب خالص. ده بصراحة هو اللي كان مضيع الزمالك في الشوط الاول لحد الشوط الثاني، لما الكابتن معتمد جمال عمل تغييراته. طبعا طبعا خوان بزيرة طبعا لعيب لعيب جامد.
خوان بزيرة ده لعيب جامد فعلا. كان معتمد جمال كان بيلعبه اللي هو بحرية، ما كانش مخلوش مثلا ايه على الطرف اليمين بس او الشمال بس، لا كان مديله الحرية ان هو بينزل يستلم من تحت، بيهاجم من الاطراف. فهو بصراحة كان من نجوم المباراة ديت خوان بزيرة طبعا. طبعا آه الدقيقة 27 المصري أحرز الهدف الأول. نيجي بعد كده للدقيقة أو لحد الدقيقة 29، كان في المفروض انذار على أحمد أيمن منصور، لكن الحكم ما حسبش حاجة، والزمالك يحرز الهدف الأول عن طريق عدي الدباغ من تمريرة ولا أروع من خوان بزيرة. طبعا بزيرة عدى تعدية رائعة بصراحة، يعني قطم وعدى ولعبها ثرو عالمي لعدي الدباغ، وعدي الدباغ ما كدبش خبره على طول ايه في المرمى. طبعا كانت نقطة ضعف الشوط الأولاني في نادي الزمالك هو أحمد ربيع. أحمد ربيع كان لازم في أول الشوط التاني كان يطلع، بس هو للأسف كابتن معتمد جمال فضل صبر عليه شوية لحد ما إيه ما طلع. نيجي بعد كده طبعا آه طبعا الهدف ده كان للأسف خطأ من كريم العراقي، خطأ تغطية من كريم العراقي. وبعدها بزيرة بقى بدأ يعدي ويعمل بقى الحركات. طبعا بزيرة لعيب جامد جدا. بدأ بقى المصري يبادل في الهجمات، لكن الاستحواذ كان بيبقى مع الزمالك طبعا. نيجي بعد كده للهدف الثاني اللي يحرزه اللاعب ناصر منسي الأسطورة. طبعا ناصر منسي آه، بيثبت ان هو الأحق والأقدر بقيادة هجوم منتخب مصر إن شاء الله، مع الكابتن الأسطورة حسام حسن إن شاء الله يكون له دور مع منتخب مصر. طبعا ناصر منسي اتحرك تحرك عالمي ولا أروع من كده، وفتوح باصة عالمية بصراحة يعني. طبعا ناصر منسي لاعب جامد، اتحرك عليها تحريك كويس. طبعا لعبها من أول مرة وان تاتش مع عصام ثروت، ما عرفش يعمل لها حاجة بصراحة. كان الشوط الأولاني انتهى، كنا 50-50، 50 للزمالك و50 للمصري. كان شوط ممتع جدا، وما يعني قلنا المصري ممكن ينزل في الشوط الثاني، ممكن يهدف يتعادل بعد كده يبدأ يرجع للماتش، لكن ما شفناش الكلام ده في الشوط الثاني. شفنا تراجع تام، إلا بس في أول 10 دقايق في الشوط الأولاني، الشوط الثاني عفوا. طبعا الدقيقة 45 في الشوط الثاني اللي هو بدايته، طبعا ناصر منسي بيضيع كورة غريبة. بصراحة بيضيع كورة غريبة من خطأ دفاعي. أحمد أيمن منصور كان بصراحة كان مستباح خالص في الماتش ده يعني. ناصر منسي كانوا بيلعبوا الكورة لناصر منسي بسبب أحمد أيمن منصور. كان تحسه كده مش مركز مش فايق في الماتش دوت. أي كرة بتتلعب عليه ناصر منسي بياخدها منه، مش مركز في الماتش أوي، مش ماسك ناصر منسي كويس. لكن ناصر منسي برضه بعد كده تجيله كورة في الدقيقة 49 برضه بيضيعها بغرابة، كرة رأسية بتضيع بغرابة شديدة. نكمل بعد كده. الزمالك بقى بيلعب على المرتدة الدقيقة 52، بقى الزمالك بيلعب على المرتدة والمصري هو اللي ضاغط عشان ايه يجيب الهدف الثالث. وكان في الوقت ده المفروض لما في الوقت ده كان المفروض بينزل محمود جهاد او ادم كايد، لكن الكابتن معتمد جمال صبر شوية لحد ما نزل آه لحد ما نزل ادم كايد. في طبعا مرتدات خطيرة، وكان خطأ كالعادة من احمد ايمن منصور.
وناصر منسي زي ما قلنا عامل ارتباك شديد جدا لاحمد ايمن منصور بالذات يعني. والدفاع النادي المصري اللي كان تحسه مش مترابط، مش مركزين مع بعض، الخطوط متباعدة كده، مش مركزين. كان ناصر منسي ساعتها هو اللي كان مفتاح في الماتش دوت، اللي هو يربك حسابات دفاع النادي المصري. طبعا المصري بيحاول يضغط، لكن الزمالك كان خلاص يعتبر مسك الماتش. لكن لحد الدقيقة 65 كان في سيطرة كاملة من المصري، وكان تراجع كبير جدا للزمالك. وفي الحتة ديت ما اكذبش عليكم، انا قلت ممكن المصري يتعادل ويجيب الجون التعادل، وبعد كده ممكن يكسب الماتش عادي، لان الزمالك كان متراجع جدا. وهو ادى الفرصه للمصري ان هو يضغط عليه جامد من قدام. بس طبعا الزمالك بدأ يرجع بشخصيته الكبيره بجماهيره طبعا. طبعا جماهير المصري اللي كانت حاضره النهارده هارد لك اليوم طبعا. بعد كده جينا للشوط اللي لحد الدقيقه 65. طبعا عندنا هنا في الدقيقه 70 نزل الكابتن معتمد جمال في الدقيقة 70 قرر يغير ويطلع أحمد فتوح، اللي هو بالنسبة لي ما كنتش شايف إن هو يطلع، لأن أحمد فتوح طبعا لعيب كبير جدا. أحمد فتوح ممكن هو حتى لو مش فايق، مع إنه طبعا الماتش ده كان كويس جدا، بس حتى لو مش فايق ممكن يعمل لك باصة تجيب بيها جون ينهي لك الماتش. هو لاعب فارق جدا ومهم جدا جدا في تشكيل نادي الزمالك. طبعا طلع أحمد فتوح ونزل أحمد شريف ونزل احمد كايد وطلع عدي الدباغ. وبخلاف النادي المصري طبعا اللي هو طلع مخلوف وايمن منصور ونزل عمر الساعي والقرموطي اللي هنيجي للساعي دلوقتي بعدين قدام ان شاء الله. طبعا في الدقيقة 75 وهو خطأ، يعني خطأ يتسبب في انهاء المباراة بالنسبة لي. يعني الدقيقة 75 ده التوقيت اللي المصري بيبحث فيه ان هو يتعادل عشان يجيب بعد كده يكسب الماتش. لكن اللي حصل ان هو عمر الساعي نزل عمل خطأ كارثي من وجهة نظري، خطأ كبير جدا جدا جدا، ان هو بيستلم الكرة غلط. طبعا ترد وتروح للأسطورة ناصر منسي اللي يحرز هدف عالمي عالمي. م- لو مين واقف مش عارف يجيبها بالمنظر ده بصراحة، جون أسطوري من ناصر منسي اللي هو آخر فترة متألق بطريقة رائعة مع نادي الزمالك إن شاء الله. وطبعا كان لابد من خروج أحمد ربيع، بس مش عارف إيه وجهة نظر كابتن معتمد جمال إن هو كان يسيب أحمد ربيع طول الفترة ديت وما يطلعوش. اللي أنا شايفه من وجهة نظري هو كان من أسباب عدم ترابط نص الملعب بتاع نادي الزمالك. طبعا هنيجي بعد كده المصري بيحاول بقى بينزل كريم بامبو، بيطلع أسامة الزمراوي، بينزل ميدو جابر. طبعا أسامة الزمراوي هو اللي جاب الهدف الأول المصري، وهو لاعب كبير وكان هو يعتبر الوحيد اللي فايق، هو وعلى فترات محمود حمادة. طبعا ميدو جابر ويطلع صلاح محسن اللي ما كانش ليه أي تواجد نهائي في مباراة الزمالك النهارده، اللي طبعا كان جماهير النادي المصري العظيمة كانت حاطة أمل كبير جدا عليه إن هو يبان قدام الزمالك، لأن طبعا صلاح محسن كان هو بتاع الماتشات دي، كان هو بيظهر دايما قدام نادي الزمالك. لكن النهارده ما كانش التوفيق معاه طبعا، فخرج ناصر خرج صلاح محسن ونزل ميدو جابر، وخرج أسامة ونزل كريم بامبو. طبعا الدقيقة 86 وركنية من أسيست الأسطورة عبد الله السعيد. الدقيقة 86 ويحرز حسام عبد المجيد من رأسية ولا أروع من كده الهدف الرابع لتنتهي آمال جماهير النادي المصري وينتهي الماتش كلينيكيا بالنسبة للنادي المصري، لأن 4
نتيجة تقيلة جدا 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 على نادي مصر وجماهيره، ونتيجة مش متوقعة في بداية حسم مباريات الدوري. المصري بيأمل إن هو يكون من ضمن الأربعة الكبار، لكن ده ما حصلش. إن شاء الله المصري يبدأ يركز في الماتشات اللي جاية. طبعا في الدقيقة 88 طبعا معتمد جمال بيكافئ ناصر المنسي وبيخرجه عشان يتلقى التحية من جماهير الزمالك، وبينزل عمرو ناصر، وبيطلع بيطلع عبد الله السعيد وينزل مكانه محمود جهاد، اللي هو كان المفروض ينزل من أول بداية الشوط الثاني، لكن كابتن معتمد جمال فضل باقي على عبد الله السعيد. طبعا مباراة الزمالك عنده إن شاء الله يوم 10 عنده ماتش مع شباب بلوزداد، ماتش قوي جدا 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 في نص نهائي الكونفدرالية. عنده الماتش دوت لازم لو ما خسرش ما يخسر، لو ما كسبش ما يخسرش، ما ينفعش الزمالك يخسر الماتش اللي جاي، خصوصا انه فاضل له 4 ماتشات كسبهم اخذ الكونفدرالية. وطبعا في النهارده الماتش الناري بينه وبين النادي المصري اللي هو في مرحلة حسم الدوري. الماتش ده هيدي دفعة كبيرة جدا 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 لنادي الزمالك في مباراة بلوزداد، ان هو داخل كاسب الماتش، كسب اخر ماتش في الدوري، معنوياته مرتفعة جدا جدا جدا. طبعا الماتش المصري اللي جاي يوم السبت ان شاء الله، يوم 11/4 مع بيراميدز، وماتش برضه يعني صعب جدا 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 على النادي المصري، لان بيراميدز فرقة تقيلة ومعاه لعيبة كبيرة جدا وبتنافس على الدوري، وبرضه جاية من معنويات مرتفعة جدا من آخر مباراة مع إنبي آه، اللي كسبوا فيها 4-0، وهيلاقوا إن شاء الله آه، زد إن شاء الله في نهائي كأس مصر. طبعا هيبقى المباراة الجاية إن شاء الله تبقى صعبة جدا على الفريقين، سواء المصري أو الزمالك. طبعا يعتبر الماتش دوت هو اللي كسب الزمالك جماهيره. طبعا جماهير المصري جماهير كبيرة، بس جماهير الزمالك ما كانتش ساكتة طول الماتش، كان طول الوقت بتشجع، حتى في الخسارة كانوا بيشجعوا، وجماهير المصري برضو كذلك. بس جماهير الزمالك كانت النهاردة عاملة حالة كبيرة جدا جدا جدا. طبعا آه هنتكلم على تقييمات لاعيبة الزمالك والمصري دلوقتي. طبعا المصري النهارده هنقيم اللعيبة إن شاء الله. هنبدأ هنبدأ النادي المصري. التقييمات دي من وجهة نظري، طبعا بنقيم من وجهة نظرنا، طبعا الناس كلها شايفة اللي هي عايزاه. هنبتدي في حراسة المرمى، كابتن عصام ثروت 4/10. كابتن كريم العراقي بسبب الخطأ 5/10. محمود العش 5/10. باهر المحمدي 4/10. صبحي خالد صبحي 5/10. محمود حمادة يعتبر على فترات 6/10. مخلوف 4/10. أيمن منصور 4/10. منذر طمين 5/10. صلاح محسن من وجهة نظري ما كانش ليه وجود النهاردة، ما كانش ليه أي خطورة ولا أي حاجة خالص، 4/10. طبعا الزمراوي هو يعتبر نجم النادي المصري النهاردة، ياخد 8/10 على الهدف. هو اللي تفوق على نفسه النهاردة في المباراة، هو اللي كان يعتبر الوحيد اللي باين أو فايق في ماتش الزمالك النهاردة والمصري إن شاء الله. طبعا هنقيم لاعيبة نادي الزمالك. في حراسة المرمى كابتن مهدي سليمان 5/10، يعتبر ما اختبرش غير في الكورة، وعلى فترات قليلة جدا ما فيش كورة اجت عليه يعتبر. كابتن عمر جابر عمل مباراة هايلة 7/10. محمد إسماعيل
6/10. حسام عبد المجيد كان أداء كويس وجاب طبعا هدف، 7/10. بنتايج ما ظهرش أوي النهاردة فنديله 5/10. عبد الله السعيد ياخد 6/10. أحمد ربيع يعتبر من هو كان سبب في عدم الترابط نص الملعب من الزمالك في الشوط الأول، أنا أديله 3/10. أحمد فتوح طبعا من نجوم المباراة الماتش ده، وهو اللي عمل اسيست، هو اللي فتح بيه المباراة طبعا بالهدف الثاني، هو اللي خلى الزمالك يتفوق الهدف الثاني. اديله 8/10. طبعا ناصر منسي، اسطورة ناصر منسي، اديله 10/10. الكابتن عدي الدباغ يعتبر عشان الهدف اديله 7/10. طبعا بزير النهارده كان عامل ماتش رائع بصراحة، مراوغات تلاقي، باص تلاقي، اسيستات تلاقي، فاولات عليه تلاقي، كل حاجة عملها في الكورة النهارده إلا اللي هو سجل هدف. عشان ما جيت له، هو لما بيمسك الكورة 3 بيروح عليه، طبعا بيبقوا واخدين تعليمات إن هم يقفلوا المنطقة على بزيرة، لأن ده عارفين إن هو لاعب خطير جدا جدا جدا. أديله 9/10. طبعا النهارده المباراة كانت ممتعة لكل جماهير مصر. هارد لك لجماهير النادي المصري، ومبروك لجماهير نادي الزمالك العظيمة وجماهير المصري العظيمة، هارد لك تاني. طبعا اتكلمنا في كل حاجة، اتكلمنا إن طبعا خط دفاع النادي المصري النهارده هو كان من أحد أسباب خسارة النادي المصري. ما كانش في ترابط، وطبعا أسباب الزمالك هم كذا سبب. أول حاجة الجماهير، تاني حاجة اللعيبة نازلة بروح الزمالك، وهي نازلة عايزة ال3 نقط. وده طبعا اللي فرق معاهم جدا، وهم ارتبكوا حاجات بسيطة بس بعد كده كملوا وما ما ارتبكوش تاني، وكملوا في الماتش لحد ما احرزوا الهدف الثاني وكملوا في المباراة، وقدروا يكسبوا المصري بنتيجة تقيلة جدا جدا جدا. نتيجة يعني تقيلة على جماهير النادي المصري، وليلة حزينة على جماهير بورسعيد طبعا. هنتكلم كمان عن إن المصري إن شاء الله قدامه مباراة صعبة جدا لازم يركز فيها. لازم يكسب الماتش اللي جاي قدام بيراميدز عشان حتى يستعيد أو يقدر ينافس، لأن أنت عندك الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا، هم يعتبر الرباعي الخطر السنة دي. طبعا المصري لازم يخش في في المربع، ما ينفعش النادي المصري بجماهيره العظيمة باللي بيحصل من كابتن كامل ابو علي من الدعم المالي والنفسي للاعيبه، ان هو ما يبقاش في المربع الذهبي. ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله الماتش الجاي قدام بيراميدز ان شاء الله النادي المصري يكسب ويفرح جماهير بورسعيد العظيمه ان شاء الله. وبس، وان شاء الله الزمالك عنده ماتش جاي بعد كده، عنده ماتش بلوزداد ان شاء الله. ان شاء الله الزمالك يكسب باذن الله ويتاهل بعد المباراة التانية اللي هتبقى العودة إن شاء الله، يتأهل لنهائي الكونفدرالية ويحصد البطولة، عشان يبقى طبعا بعد خروج المصري والأهلي وبيراميدز المفاجئ الثلاثي خرجوا في نفس اليوم. بيراميدز والأهلي من دوري أبطال أفريقيا، والمصري من الكونفدرالية. ما عادش غير الزمالك في في الكونفدرالية، فبنأمل إن نادي مصري يحصد بطولة الكونفدرالية. طبعا طولت عليكم، أنا آسف. ان شاء الله انتظرونا في حلقات جايه كتير ان شاء الله، وان شاء الله تكون الحلقه دي عجبتكم، وان شاء الله نعمل حلقات جايه ان شاء الله جامده جدا، وان شاء الله تكون عجبكم، والسلام عليكم.